العروسة فكيت الطرحة ومسحت دموعي ودخلت الحمام، أخدت دش على السريع، طلعت ولبست بيجامة بيكم وبنطلون، ودخلت تحت اللحاف وتغطيت كويس. بعد 5 دقايق دخل أحمد على أوضة النوم، أخد بيجامة وطلع نام برا على الأنتريه. قمت الصبح على زغريط برا وصوت أمي. دخلت بسرعة على الحمام وغيرت فستان الفرح ولبست وحطيت شوية مكياج وطلعت. أمي: بسم الله ما شاء الله قمر، تعالي أبوسك، ألف مبروك يا حبيبتي. منى: الله يبارك فيك يا أمي. أحمد: راح أنزل شوية على السوبر ماركت، خدوا راحتكم. أمي: ربنا معاك يا جوز بنتي. خرج أحمد من البيت وخفت كتير عشان كنت عارفة إن أمي مش راح تسيبني في حالي وحتسألني كتير. أمي: خير طمنيني، إيه الأخبار؟ منى: كويسة يا ماما الحمد لله. أمي: يعني الحمد لله أطمئن. منى: يا ماما الحمد لله. أمي: الحمد لله، شفتي إنه كلامي صح يا بنتي؟ والله ابن عمك مفيش منه جدع وطيب وحنين. صحيح عمك ومرات عمك عقارب، بس والله ولاد عمك مفيش زيهم وجوزك أولهم. منى: أمي أنا وافقت على الجواز عشان بابا، وانتي تعرفي إنه أحمد ما بيحبنيش وأنا كمان ما بحبوش، واحنا الاتنين اتجبرنا على الجواز عشان بابا وعمي يتصالحوا وترجع شركتهم مع بعض، مش كده برضو يا أمي؟ أمي: يا بنتي لما الرجالة بتؤمر الستات بتنفذ، وإحنا ملناش رأي، ده نصيبك. خلي بالك على جوزك وما تخليهوش يحتاج حاجة، مش عاوزين مشاكل مع أبوكي، الله يرضى عليكي. أمي قالت الكلمتين وودعتني وراحت، وأنا قعدت وفضلت أبكي على حظي. اتجوزت بالغصب ابن عمي عشان العادات والتقاليد وعشان المصالح والفلوس. دخل أحمد وكان جايب معاه حاجات كتير، عدى على المطبخ وبقى يحط الحاجات اللي اشتراها بالتلاجة. منى: عاوز مساعدة؟ أحمد: لا شكرا، أخاف أتعبك. منى: لا مفيش تعب ولا حاجة، وأنا هجهز الفطار. أحمد عمال يبص ليا جامد. عملت فطور وقعدنا نفطر أنا وهو مع بعض، ما نطقش أي كلمة بس كنت مبسوطة وأنا باكل جنبه. خلصنا فطورنا وقمت أنظف وأظبط البيت، سمعت صوت أحمد بينادي، تركت كل شيء ورحت له. أحمد لو سمحتي ممكن تعملي لي فنجان قهوة وتيجي عشان نتكلم شوية؟ منى: حاضر. رحت عملت القهوة وإيدي بيرتجفوا، غليت القهوة وفارت على الغاز ورجعت عملت واحدة جديدة ورحت ليه بيها، وكان قاعد وإيديه على عيونه بس شافني عدل نفسه. أحمد: تسلم إيديكي منى وإيديك. أحمد: خلينا نتكلم شوية، أنا عارف إن إحنا اتغصبنا على الجواز وإن إحنا ما كناش موافقين، صح؟ منى: أيوة صح. أحمد: بس انتي مراتي وشايلة اسمي ولازم تصوني اسمي واسمك، وحنتفق أنا وانتي على اتفاق، هنعيش أنا وإنتي تحت سقف واحد على الحلوة والمرة، ووعد إني ما أهينك ولا جرحك وتكوني ست البيت وأخليكي تكملي جامعتك، ووعد إني ما ألمسك ولا أقرب منك، ونعيش نمثل إن إحنا متجوزين، وبعد 6 شهور أو سنة نتطلع عشان مفيش حد يجيب سمعتك بأي كلمة، والاتفاق اللي بينا مفيش مخلوق يعرف بيه حتى أهلي وأهلك، ونمثل إن إحنا مبسوطين. وحسيبك تفكري دلوقتي وبعد ما أفوق من النوم اديني رأيك. فكرت كتير بكلام أحمد، معرفش ليه كنت حاسة إني الطرف الضعيف المكسور اللي لازم يقبل بأي شيء حتى بعد ما نتطلع،
بكيت كتير وأنا بفكر أوافق ولا أرفض، بس ما كان في مجال للرفض عشان أنا الست، أنا الجانب الضعيف بالموضوع. رن جرس الشقة، قمت بسرعة، مسحت دموعي واتكحلت وفتحت الباب. كانت مرات عمي أم أحمد. أم أحمد إيه؟ كنت فين بقالك 5 ساعات عشان تفتح الباب؟ منى أهلا مرات عمي، اتفضلي. أنا كنت بس هنا. اتدخل أحمد. أحمد أهلا أمي. أم أحمد أهلا حبيبي، كان نفسي أزغرط لك وأقول لك مبروك، بس هنعمل إيه، الله يسامحه أبوك. قعد أحمد جنبي وقال لأمه: أمي زغرتي زغرتي يا أمي وبركيلي، منى مفيش منها وأنا مبسوط جدا بيها. انصدمت مرات عمي وفضلت تبص ليا من فوق لتحت. أم أحمد: برافو ستي منى، عرفتي تضحكي عليه بسهولة. فكرتك مغصوبة عالجوازة، بس الظاهر انتي وأمك اللي مخططين للموضوع عشان توقعوا ابني ولعبتوها صح. تركتهم ودخلت غرفتي وغرقت بدموعي. كنت سامعة كل الإهانات وكل الكلام، بس ما كنتش قادرة أحكي ولا كلمة. وكان أحمد يدافع عني ويقول لها أنا بحبها وما فيش منها. مرات عمي بقالها ربع ساعة تغلط وتنق علي وعلى أمي، وأحمد يدافع وأنا غرقانة بدموعي. بعد 5 دقايق أمه نزلت شقتها ولقيته داخل على أوضتي. فتح أحمد الباب ودخل ومعاه صينية أكل فيها أكل عرسان وحلويات. أحمد: يلا يا منى حدلعك واخدمك أنا اليوم، إيه رأيك منى؟ سكتة. أحمد: مالك بتعيطي ليه منى؟ أحمد: أنا آسف والله أمي طيبة، بس هي كان نفسها تفرح من قلبها. منى: وأنا ما كنتش نفسي أفرح، يعني أصلا أنا الخسرانة الوحيدة من الجوازة دي. أحمد: طيب آسف خلاص، حقك علي، آسف على كل كلمة سمعتيها من أمي. أنا دافعت عنك والله لأنك ملكش ذنب. مسح لي دموعي بإيديه وبص لي نظرة كلها حنان، ومسك الملعقة وأكلني بإيده. حسيت قلبي بيرتعش. عيونه حلوين، إيديه حنينة، وجسمي ضل يرتعش. تغدينا أنا وهو وسألني عن الاتفاق إذا أنا موافقة أو لا. قلت له أنا موافقة، واتفقنا على كل شيء، واتفقنا نعيش مع بعض أصدقاء وبس. الأسبوع الأول كان أحمد واخد إجازة وما بيروحش على شغله، وأنا كنت طول الوقت فوق في شقتي. كانت علاقتي بأحمد كويسة جدا، ونفكر سوا ونتغدى ونتفرج على التلفزيون سوا ونتكلم سوا، وآخر الليل كل واحد منا ينام بغرفته. أول أسبوع كان حلو، مفيش مشاكل، وكنت حاسة بأمان ومشاعر متلخبطة. صحيت من نومي لقيت أحمد طالع على شغله وكاتب لي ورقة على التلاجة: أنا طلعت بدري ومرضتش أصحيكي، خلي بالك على نفسك، ولو حصلت حاجة كلميني. استغربت من محتوى رسالته، فطرت ونظفت وروقت شقتي ونزلت عند مرات عمي. خبطت على الباب، فتح لي سيلفي الصغير. سألته فين مرات عمي؟ قال لي أنها لسه نايمة. دخلت المطبخ وحطيت القهوة على النار. مفيش دقيقة كانت مرات عمي قدام وشي. أم أحمد: بتهببي إيه هنا يا بت منى؟ بعمل لحضرتك قهوتك. أحمد قال لي إنك بتحبي تشربي قهوة الصبح. أم أحمد: قهوة؟ وحطيتي ايه في القهوة ايه يا بت؟ عاوزة تسحريني زي ما سحرتي ابني؟ فشرتي انت وامك، انت بتحسبيني هبلة ولا عبيطة عشان تسحريني زي ما عملتي مع ابني؟ يلا اخرجي برا، مش عاوزة اشوف وشك العكر ده هنا تاني. منى: والله العظيم ما حطيت حاجة، اقسم بالله انت فاهمة غلط، انا قلت اعمل ليكي قهوة بتكوني صحيتي ونشربها سوا. أم أحمد: فشرتي، انت عاوزة تضحكي عليا بفنجان قهوة وتصاحبيني؟ شوفي يا مسهوكة، انت هنا غريبة عني، زيك زي الضيفة الغير مرغوب فيها.
وبتطلعي شقتك ضيفة، ممنوع تمسكي حاجة ولا تيجي ناحية مطبخي خالص، ولا قهوة ولا أكل ولا حركات نسوان. أنا ست البيت هنا، والكلمة والشورى شورتي. انت فهمتي يا ست منى، ولا مفكرة نفسك يا ما هنا ويا ما هناك، ولا عشان أخدت ابني مني بتحسبي انك هتاخدي بيتي كمان؟ لا يا حبيبتي، وغور اطلعي لفوق. منى حاضر يا حماتي. ام احمد حما لما تيجي ليكي يا حرباية. طلعت على بيتي وبكيت كتير، بكيت 3 ساعات لحد ما عيني تورمت. وعلى الساعة 3 الظهر انفتح باب شقتي ولقيت أحمد، بس سمعت صوت جريت على الحمام، غسلت وشي وحطيت شوية مكياج لأخفي ورم عيوني. أحمد، منى انت هنا؟ منى، أيوة هنا يا أحمد. أحمد دخل وبص عليا وشاف عيني وقال مالك يا منى، عينيكي مالها؟ منى مفيش حاجة أحمد، احنا اتفقنا على ايه؟ منى حكت له على كل اللي حصل وحلفت له إني ما حطت لهاش حاجة بالقهوة. أحمد حقك عليا، معلش، بكرة هتعرف وحتفهم كل حاجة، ما تهميش ولا تزعلي. أولها صعب وكبري دماغك. مسح لي دموعي ونزلنا نتغدى أنا وهو تحت. قعد جنبي أحمد وكان بيأكلني وبيدي ويحط بصحن الأكل. عمي الحمد لله إنكم مبسوطين يا ولاد، أنا والله انبسطت وإن شاء الله دايما. منى صحة وهنا يا عمي. قام عمي ينام بعد الغداء وبقينا على السفرة مرات عمي وأنا وأحمد وسليفي التلاتة. مرات عمي إيه يا أحمد، عاوزني أغضب عليك؟ انت عارف غضب الأم، انت وعدتني انك تتجوز مريم بنت خالك، انت نمت في العسل ونسيت وعدك. حسيت من جوايا اني اتخنقت وحسيت قلبي بقى فيه نار. احمد، امي مالك؟ انت وبابا عرضتيها عليا وانا اخترت بنت عمي ومسك ايدي. ام احمد، لا يا حبيبي، ده ابوك هو اللي شار واختار. ايمن سلفي، مالك يا ماما، سيبيه من القرف في عين أمه. غزال، أسعد سلفي، ادعي الله يستر عليها، شكلها نمرودة وشايفة نفسها على ايه معرفش. كريم سلفي الصغير، ريحتها وحشة. اتعصبت مرات عمي وقمت لملمت السفرة وغسلت الأطباق وزبطت المطبخ وطلعت على شقتي. كان أحمد قاعد على اللابتوب، أول ما شافني طفاه. مشيت على أوضتي. أحمد يا منى تعالي نتكلم شوية. منى معلش تعبانة كتير وعاوزة أنام. أحمد خلاص على راحتك، أنا هنزل شوية ولما أرجع نتكلم. بكيت كتير حتى تعبت ونمت. صحيت على إيد حنونة بتلعب بشعري. أحمد بيقول لي انتي طولتي في النوم، فيكي حاجة بتوجعك ولا حاجة؟ منى تعبانة وماما وحشاني قوي. أحمد تعبانة من إيه؟ منى لا مفيش، بس عاوزة أمي. أحمد الساعة دلوقتي 12:30، حرام نصحيها أكيد نايمة. قوليلي في حاجة بتوجعك؟ منى جسمي بيوجعني وعيوني بيوجعوني، قلبي وعقلي كل حاجة بقيت بتوجعني. أنا تعبت يا أحمد، ليه كل ده بيحصل معايا وأنا ذنبي إيه بس؟ ولا غلطت في إيه؟ وبديت الدموع تنزل من عينيا. أحمد خلاص روقي وقومي البسي نخرج شوية ونغير جو، وبالمرة أعزمك على حاجة حلوة. منى بتتكلم جد يا أحمد. أحمد أيوة، يلا البسي وأنا مستنيكي تحت في العربية. لبست بسرعة ونزلت، بس أول ما نزلت على السلم لقيت مرات عمي بتفتح باب شقتها. أم أحمد رايحة فين يا هانم في نص الليل كده ومتشيكة ومتظبطة على الآخر؟ ولا حتى الرقاصة بتعمل كده. منى أنا أحمد مستنيني تحت. أم أحمد أنت كدابة. منى والله يا مرات عمي أحمد قال لي البسي وانزلي. أحمد قلق من تأخير منى عليه، نزل من عربيته ودخل البيت لقى أمه ومراته. أحمد أيوة يا أمي خير. أم أحمد شوف مراتك رايحة فين في نص الليل
وبسألها وبتكذب. أحمد عيب يا أمي كلامك ده، أنا مراتي مفيش منها في الدنيا، أنا كنت مستنيها في العربية ولما اتأخرت نزلت أشوفها. نزلت أشوفها أم أحمد. ورايحين فين إن شاء الله؟ أحمد خارجين شوية. أم أحمد والله طب خلاص أنا هدخل ألبس وأجي معاكم أنا وأخوك أسعد. استنى 5 دقايق. طبعا طلعنا كلنا سوا وأنا كنت كأني مش موجودة. مرات عمي عمالة تتكلم وتضحك وتلقح كلام علي وعلى أمي، وكمان كانت بتشتم أمي وأنا سكتة ودمعتي حبستها. ورجعنا على البيت. أحمد منى تعالي عاوزك. منى أنا تعبانة وعاوزة أنام. تصبح على خير. الصبح كان يوم الجمعة وكان أحمد إجازة. صحيت لقيت الفطار جاهز على السفرة. أحمد يسعد صباح الحلوين الزعلانين. منى وصباحك أحمد، جهزتلك الفطار. ايه رأيك في الدلع ده؟ أظن كده ينفع أكون عريس. منى أيوة صح، يا بخت مريم فيك. أحمد وإيه دخل مريم دلوقتي؟ منى مش مريم بنت خالك اختيار أمك وحتتجوزها بس نتطلق. أحمد إيه الكلام ده يا منى؟ أنا أصلا ما بحبهاش ولا بطيقها، ولو عاوز أتجوزها كنت تحديت الدنيا وأخدتها. منى طيب ليه ما تحددش الدنيا وأمك وأخدتني وقلت عاوز منى؟ أحمد طب خلصي فطورك عشان نخرج. منى لا لا، أخرج معاك بعد اللي حصل امبارح؟ مستحيل. أحمد حتى لو حنروح عند أهلك. منى بتقول إيه؟ أحمد افطري والبسي بسرعة قبل ما أمي تصحى. جريت على أحمد وحضنته. حسيت قلبي وقف وخجلت كتير، بس بجد كان إنسان يجنن، حنون وطيب، ما شفتش منه حاجة تزعلني. وأحمد مسكني جامد وبقوة ومش كان عاوز يتركني ولا يسيبني. منى طب يلا عشان ما نتأخرش عليهم. أحمد خليك شوية عندي. منى بتعمل إيه يا أحمد؟ أحمد ريحتك روعة. حبني على جبيني وسابني. لبست على السريع وقلبي بيدق بسرعة وجسمي بيرتعش. نزلنا على السلم ومسك ايدي وعدينا. صبحنا على عمي ومرات عمي، وأحمد قال لهم إن احنا رايحين نزور بيت أهلي. وخرجنا فعلا ووصلت عند أهلي. أمي يا ألف مليون أهلا وسهلا بالعرسان. منى حضنتها ونزلت دموعي، كنت فعلا مشتاقة لحضنها قوي. أبي أهلا وسهلا بالحلوين. بصيت ليه جامد وبقوة لأني كنت بعيدة عنه آخر فترة وكنت حاسة إنه رماني عشان النفوذ والفلوس. قضينا نهار يجنن عند أهلي. كنت مبسوطة قوي وأحمد كان طول الوقت ماسك إيدي ويأكلني ويغازلني قدامهم. أمي خلي بالك من جوزك والله ما في منه أبدا، مش حتلاقي زيه أبدا، وشكل عيونه بتلمع لمع وأنت جنبه. منى أحمد في عيونه لمعة يا أمي. طلعنا من عند أهلي ورحنا قعدنا على البحر. أحمد فاكرة لما كنا نروح على بيت جده ونلعب سوا؟ منى أيوة فاكرة، وكنت بحب ألعب مع ابن خالتي محمد وانت كنت تتنرفز وعاوز تضربني. أحمد كان دمه تقيل واحنا عيال. منى ولحد دلوقتي دمه تقيل. أحمد يعني أنتي مش بتحبيه؟ قولي الحق. منى أنا لا طبعا، ده شايف نفسه قوي عشان دكتور. أحمد طيب وأنا؟ أنا أنا لا طبعا، ده شايف نفسه قوي عشان دكتور. أحمد طيب وأنا؟ منى أحمد منى اسمعي، لو أنا ما كنتش عاوزك ما كنتش اتجوزتك أصلا. منى أنت بتقول إيه؟ وأنا عارفة إنك مغصوب على الجوازة وأنك كنت عاوز تتجوز بنت خالك مريم. أحمد أنا كنت عارف إني حخدك أنتي وما كنتش بحب مريم. أنا حبيت وأنا بعمر 6 سنين عروس حلوة بتشبه الشمس. جيت على الدنيا نورت بيت عمي يلي كان
بيستنى الخلفة 10 سنين، جيتي انتي بعد 10 سنين نورتي كل المنطقة، كان الكل فرحان بيكي. وحتى أنا مع إني كنت صغير بس بفتكر وانتي صغيرة قوي شلتك على ايدي وفضلت ماسك ايدك وفضلت ماسكها جامد، وكنتي انتي ماسكة ايدي قوي برضو وما سبتهاش، وكبرتي يوم عن يوم قدام عيني. كنت أعشق ضحكتك وقت ما كان أيمن أخي يضربك كنت أضربه وتزعل أمي مني وتقول لي ده أخوك، وبرضو كنت بدافع عنك طول الوقت من إحنا صغيرين للنهاردة. منى انتي هنا بقلبي من وانتي صغيرة. منى، أحمد انت بتهزر صح؟ بتمثل عليا؟ طب والاتفاق اللي اتفقنا عليه؟ أحمد أنا حكيت لك على الاتفاق حتى أطمنك إني ما ألمسك، حتى أرجع أشوف الضحكة من جديد على وشك وشفايفك، حتى أشوف عيونك من غير دموع. الاتفاق لسه زي ما هو، بس لو خليتك تحبيني زي ما بحبك حلغي الاتفاق ونعيش مثل أي زوجين مبسوطين. إيه رأيك منى؟ ليه ما قلتليش الكلام ده قبل كده؟ أحمد كان نفسي أقولك هو قبل كده، بس كان قلبي حاسس إنك مش بتحبيني وإن قلبك مشغول يوم كتب الكتاب. كنت مبوزة وده أكد لي إنك مغصوبة عليا، وما شفتك بعدها إلا يوم الفرح وسبتيني ونمتي. منى يعني أنا دلوقتي إزاي هعيش معاك من بعد اللي قلته؟ أنا كنت بفكرك انك زي مش عاوزني زي ما انا مش عاوزاك وان احنا حنتطلق، بس انا دلوقتي بحبك وانا بحبك وعاوزك. احمد فكري فيها كويس، اول حاجة ابعدي فكرة ان احنا مغصوبين على الجواز واعتبرينا ان احنا اخترنا بعض. منى بس انا ما اخترتكش، احمد بس انا اخترتك، واعتبرينا ان احنا لسه مخطوبين. منى يعني انت احمد ايوه بحبك وحستناكي لحد ما تحبيني. كنت مصدومة من الكلام، معقول احمد بيحبني؟ معقول؟ رجعنا على البيت، اخدت دش ولبست بيجامة وسبت شعري، طلعت من باب الحمام لقيت احمد في وشي. احمد حمام الهنا. منى الله يهنيك احمد. عاوزة تنامي؟ منى وانت احمد ايوه حستناكي. منى تصبح على خير احمد وانتي من اهله. طلع احمد برا الغرفة ودخلت تحت اللحاف انا دقيقتين، وكان احمد جنبي على السرير. احمد عاوز انام جنبك ممكن ولا لا؟ منى طب والاتفاق؟ احمد تعبت من نومة الكنبة وظهري وجعني، كل واحد ينام على طرف السرير. منى انت بتهزر صح؟ أحمد والله بتكلم جد. نمنا أنا وهو بنفس الأوضة وعلى نفس السرير، وفقت الصبح وكان ماسك إيدي معرفش إزاي. بقينا ننام كل ليلة في أوضة واحدة وعلى سرير واحد ونضحك ونتكلم سوا قبل ما أنام كنت مبسوطة قوي وقلبي بيدق جامد وبقوة. كل ليلة كان أحمد بيستناني ألبس، كل ليلة أحمد يستناني ألبس قميص العرايس، ويوم عن يوم كنت بحبه بشخصيته وبحنانه وبعطفه عليا. كنت حاسة إنه أخويا اللي ربنا ما أعطاني إياه. كان حبنا طاهر شريف، بس لسه خايفة أسلمه نفسي، خايفة يتغير بعد ما ياخد كل شيء مني، خايفة تبقى حياتنا مملة مثل بعض المتجوزين. رجعت على الجامعة وبطلت أنزل لمرات عمي إلا بالمناسبات، بس طبعا ما كنتش خلصانة من لسانها وغلطها عليا وعلى أمي. جهزت ونظفت البيت وكنت دايخة كتير ومعدتي بتوجعني، ما قدرتش أروح على الجامعة. نزلت عند شقة عمي وشافتني مرات عمي دايخة وبستفرغ. مرات عمي أم أحمد مالك يا بت؟ أنا مش عاوزة حفيد منك، اوعي تكوني عملتيها وحملتي عشان تتمكني. منى الظاهر أخدت برد يا مرات عمي. أم أحمد
خايفة تقولي إنك حامل، خايفة أحسدك. لا ما تخافيش، أنا مش بحسد، أنا عندي 4 أولاد مش زي أمك جبتك وما عرفتش تجيب غيرك. منى مرات عمي أنا بردانة مش أكتر. أم أحمد غوري ارتاحي فوق في شقتك. طلعت على شقتي نمت 10 دقايق وكان أحمد عندي. أحمد انت حامل يا منى؟ منى أحمد جاي بدري ليه؟ أحمد سألتك انت حامل منى؟ انت أكيد تجننت. سألتك جاوبي منى. سيب ايدي بتوجعني، ازاي احمل وانت ملمستنيش؟ احمد طاب تكلمي يا شريفة، بتحبلي وانا لسه ما لمستك، بتخونيني. منى انت مجنون شكلك. احمد مين هو؟ قولي منى، مين هو احمد اللي سلمتيله نفسك؟ منى انا مش حامل، وسيب ايدي. احمد والتحاليل؟ منى تحليل ايه؟ انا ما حللتش اصلا، مين قالك اني حللت؟ احمد امي يعني كدابة؟ وليه تكذب اصلا؟ منى روح اشتري فحص حمل، ولو طلعت حامل طلقني، ولو ما طلعتش حامل كمان طلقني، لانه اللي يحب حد ما يشكش فيه، وانت بتتهمني بسمعتي وشرفي. نزل احمد وجاب اختبار حمل وطلعت النتيجة سلبية، ما فيش حمل. منى سكتت يعني. أحمد أنا آسف، بس لما أمي قالت لي أنا جبتلك اختبار حمل وطلعتي حامل حسيت برج من راسي طار. سامحيني يا منى. منى طلقني، مش عاوزة أعيش معاك ولا دقيقة. أحمد والله بحبك وما بستغناش عنك. منى انت كذاب، لو بتحبني ما بتطعني بسمعتي وشرفي. يا خسارة كسرتني من جوا، هدمت كل الأشياء الحلوة اللي بينا. أحمد برجع أبنيها من جديد، اديني فرصة أخيرة بس. منى طلقني. أحمد أنا بحبك والله بحبك، بقالنا شهرين متجوزين وكل ليلة بستناكي تكوني أميرتي وانتي رافضة. منى قلتلك أحمد ربنا إني معاك وأنا بحبك والله بحبك، بس أنت طعنتني. بس الآن بقول لك طلقني. أحمد أنت كنتي على طول تهربي يا منى، أنت مش عاوزاني وأنا تعبت، وأنت بالمقابل ما بتهتمي ولا حتى عبرتيني ولا عبرتيلي عن إعجابك. شكيت في حد تاني بقلبك، ولما أمي قالت لي إنك حامل ومتأكدة وسألتها هي عملت اختبار حمل وقالت اسودت الدنيا في وشي وحسيت نفسي ضعيف. منى انت الهوى اللي بتنفسه. منى بغار عليكي، مجنون بيكي، اديني حبك وثقتك. منى انا ما بقاش ليك مكان خلاص بقلبي، واحنا لسه بنبني بالحب، هدمته وكسرته، انت واحد مجنون. انا بس حكمل معاك كمان 3 شهور على الاتفاق الاول وبعدين نتطلق. احمد بس انا بحبك. منى وانا بكرهك. كانت عيونه مثل الجمر وايديه بترتعش. طلع بسرعة من البيت وخبط الباب وراه، وأنا قعدت على الأرض وبقيت أبكي بجنون. هدمني كسرني، كنت حاسة إنه قلبي مثل الجمر، الدمعة بتنزل من عيوني بتحرق خدودي وأنا بفتكر كلامه وهو بيقول وأنا بحبك والله بحبك. بكيت كتير مش عارفة إزاي نمت على الأرض. صحيت على صوت موبايلي وهو بيرن، بصيت لقيت الدنيا ليل. بصيت في الساعة لقيتها 1:30، رقم غريب بيرن. السلام عليكم، مستشفى الطوارئ مع حضرتك، احنا لقينا رقمك على موبايل المصاب. منى خير، من المصاب؟ الممرضة، احنا ما نعرفش مين، يا ريت حضرتك تشرفينا تتعرفي على المريض. منى اوكي، مسافة الطريق. نزلت على شقة عمي ورنيت كتير على موبايل احمد كان خارج التغطية. رحنا انا وعمي على المستشفى وسألنا وعدينا على العناية المركزة. كان احمد المصاب، بس شفته شهقت، كنت هقع على الأرض أول ما شفته، كان كله شاش ودم. أخذت أخذت الممرضة منا الاسم وكانت كل تفاصيل أحمد، وقالت إنه عمل حادث كبير وكان سايق العربية بطريقة مجنونة. منى يا رب تحميه، يا رب ما يصيبه مكروه. أمي طولي بالك يا بنتي، قولي يا رب. أم أحمد يا رب تحميه، يا رب ما تضرني فيه.
أمي يا رب يا أم أحمد وكلي أمرك لربك، قل لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. صدق الله العظيم. حالة أحمد كانت خطرة، وكان لازم يفضل 24 ساعة تحت الأجهزة عشان يتأكدوا إنه سليم، ويتأكدوا إنه النزيف وقف. دكتور يا ريت تروحوا، مفيش داعي لوقفتكم هنا، لو حصلت حاجة حنتصل فيكم. منى مش هتحرك إلا رجل أحمد قبل رجلي. أبي ينظر إلى أبو أحمد. خلاص أخي، خلينا نمشي والصبح نيجي. أمي إيه رأيك يا أم أحمد تروحي والصبح بدري تيجي عشان تشوفي أولادك وبيتك؟ مشيوا كلهم وسابوني، استأذنت الممرضة أشوفه 5 دقايق، لبستني مريالة وكمامة ودخلت. حسيت قلبي بيتقطع لما لقيت كل مكان في جسمه عليه جهاز، راسه كله شاش، وجهه أصفر. حسيت روحي بتطلع، دموعي تنزل بغزارة. قربت منه وبوسته في راسه زي ما كان بيبوسني، مسكت ايده وقعدت جنبه. منى حبيبي، عاوز تسيبني وتروح لمين؟ مين غيرك يا عيوني؟ مع مين حضحك؟ مع مين حسهر؟ مع من؟ كلمني يا حبيبي، أمانة يا حبيبي، ما تسيبنيش، خليك جنبي حبيبي، قوم، انت سندي، انت حبيبي وأخويا وأبويا، انت كل حاجة حلوة. أحمد أنا بحبك يا أحمد. لا، أنا أكتر من بحبك. أنا بتنفس، ومسكت إيده الاتنين وبسته فيهم وبكيت وقلت عرفت الوجع وانت بعيد عني. أحمد مين اللي حيدافع عني؟ يلا يا أحمد يلا قوم، حاسة إنك سامعني، يلا يا حبيبي خليك قوي. عاوزين نعيش مبسوطين، عاوزين نجيب أولاد كتير، نفسي أنام معاك وأصحى على ريحتك. صفر جهاز القلب، ودقيقة كل الغرفة مليانة دكاترة وممرضات. طلبوا مني أطلع بسرعة، وأنا أقول لهم سيبوني جنبه أبوس إيديكم، وخرجوني. فضلت 10 دقايق بالممر رايحة جاية لحد ما طلعت الممرضة وطمنتني إنه قلبه وقف وأنعشوه وهو بخير وحالته مستقرة. صليت ركعتين لوجه الله، وطلبت من رب العباد يحميلي أحمد وما يوجعني فيه، ويبقى طول العمر جنبي. وبعدين بقيت الليل طوله صحية وعم أقرأ قرآن وأدعي ربي يحميلي أحمد. الصبح الدكتور أجا وطمني إنه حالته مستقرة، وإنه بينقلوه على غرفة لحاله. الحمد لله يا رب. رجع ضي عيوني. كان أحمد لساته تحت تأثير البنج. أول ما بدأ أحمد يصحى من البنج نطق اسمي، وأنا طبعا كنت جنبه، مسكت جنبه عنقته. بعد ربع ساعة أحمد بدأ يصحى. أحمد، منى، منى حبيبي يا عيوني أنا جنبك هنا. بإيه حاسس يا قلبي؟ احكيلي. أحمد، منى، أنا آسف سامحيني. منى حبيبي، حمد لله على سلامتك يا قلبي. أحمد، قلتي إيه حبيبي وقلبي؟ لا لا، أنا تحت تأثير البنك. منى جوزي وحبيبي وقلبي ودنيتي كلها. أحمد قربي شوية. منى ليه؟ أحمد عايز أنام جنبك الآن. منى بس إحنا بالمستشفى وإنت تعبان. أحمد يعني لما أروح هتلبسي قميص العرايس؟ منى حلبس لك أحلى طقم عرايس، بس إنت قوم. أحمد يلا نروح. منى الدكتور منع، ممنوع، قال إنك تطلع من المستشفى قبل شهر. أحمد، منى أنا بحلم صح؟ أنت معقولة جنبي وماسكة إيدي؟ منى لا لا يا حبيبي، إحنا بالحقيقة، وكمان حمسكك عشان تصدق. أحمد أوه كده كتير، خلاص دلوقتي لو مت عادي بكون مبسوط، يكفيني ضحكتك اللي بتسحر. منى لا تتكلم كذا يا حبيبي، لمين حتسيبني؟ أنا كنت ميتة ورجعت وقت ما رجعت أنت. أحمد بحبك منى وأنا بموت فيك. أحمد
ألف حمد لله على سلامتك يا ابني. وبعدين أمي وأم أحمد مرات عمي حضنوا بعض، وكنا أنا وأحمد مستغربين ومبسوطين كتير. صحيح كنا كلنا زعلانين على أحمد، بس أحلى ما في الموضوع إنه أمي ومرات عمي اصطلحوا. صحيح مثل ما بيقولوا عمر الدم ما يبقى مية. رجعنا كلنا عيلة واحدة وبنحب بعض. بعد ما طلع أحمد من المستشفى وحالته استقرت، كانت علاقتنا حلوة كتير. أحمد وحشتيني أوي أوي يا منى، ووحشتني ريحتك أوي منى، وأنا كمان يا حبيبي. وقضيت ليلة مع أحمد مثل الحلم، كنت مبسوطة أوي ويمكن أكتر منه كمان، وحبيته من كل قلبي لأحمد. كنت مبسوطة فيه أكتر مكان هو مبسوط كمان. يمكن أنا ما اخترتوش بسبب العادات والتقاليد اللي اتحكمت فينا والنفوذ والسلطة أيضا، بس في النهاية عايزة أقول إنه رب ضارة نافعة. أنا دلوقتي في بيتي وجنبي ابني ثمرة حبي من أحمد. أنا بحبه أوي أوي أوي، بس مو مثل حبي لأحمد. أحمد حبي له شيء طاهر، شيء أكبر من الوصف ومن الكلام، وأكبر من الدنيا كلها. وبعد سنتين أحمد حبيبي، عايزة تفطرني منى، عايزة أفطر حبك وأشرب عشقك وأدوب. أحمد يا عمري أنتي حبيبتي وعمري وقلبي. منى حبيبي، عايزة أفطر من إيديك. أحمد لا خلاص، ده كان زمان، أخدنا اللي عايزينه وأخدت قلبك وتملكته كمان. منى زعلانة منك وخلاص، مش عايزة منك حاجة. أحمد لا لا خلاص، هعملك أحلى فطور وغدا وعشاء كمان، بس خليكي جنبي. نصيحة أخيرة لكل البنات: ما تحكموا على حياتكم من أولها بالخير أو بالشر، يمكن الخير يكمن بالشر ويكمن الشر بالخير. تمت القصة وفي الختام طيب الله أوقاتكم بكل خير، ومع السلامة، وتحياتي للجميع ودمتم سالمين.